النهارده بقى هنعمل فطاير روسيه بعجينه خطيره، عجينه طريه وهشه جدا، وينفع بقى تحشوها باي حشوات متوفره عندكم في البيت، سواء بقى لحمه او فراخ او بطاطس مهروسه او سبانخ او جبن. في الاخر النتيجه بتاعتها بتطلع معانا رهيبه زي ما انتم شايفين كده. هنعملها النهارده كمان مقليه وفي الفرن، والاتنين هيطلعوا معانا احلى من بعض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تعالوا بقى ندخل في الطريقه والمقادير على طول. هنبدا اول حاجه نحضر العجينه. هنحتاج بقى الكوبايه وربع من الميه الدافيه، هنزود عليها 3 معالق كبيره من اللبن البودره، ونقدر كمان نستبدل اللبن البودره بكوبايه وربع من الحليب العادي. وهضيف عليهم معلقه كبيره خميره فوريه وزنها 10 جرام، وهضيف عليهم كمان بيضه، ونقدر بقى نستغنى عنها خالص، بس بصراحه البيض بيدي طراوه وهشاشه حلوه جدا للعجين. وهنضيف كمان معلقتين كبار من الزبده السايحه، ونص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من السكر. وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما اتأكد كده ان السكر والخميرة دابوا كويس مع المية. دلوقتي بشيل المضرب اليدوي وهضيف الدقيق. هحتاج نص كيلو دقيق متعدد الاغراض. هنضيف الدقيق مرة واحدة كده، وهبدأ اعجن بايديا بالشكل ده. هنعجنها بقى كويس جدا. العجن هنا مهم، نعجنها من 8 ل 10 دقايق كده عجن متواصل. لو حسينا كمان ان العجينة بتلزق شوية فبنضيف لها كده رشة دقيق بسيطة. نعجنها بقى كويس جدا لحد ما نوصل للقوام ده، عجينة تكون طرية وفي نفس الوقت كده ناعمة ومش بتلزق في الايد. شايفين قوام العجينة عامل ازاي؟ دلوقتي هنلم العجينة ونحط في الطبق كده مسحة زيت بسيطة، ونغطيها ببلاستيك راب او بفوطة، ونسيبها لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف. هنسيبها حوالي ساعة او ساعة الا ربع. واثناء ما العجينة بتخمر بنحضر الحشوة. في طاسة على النار هنحط حوالي 3-4 معالق كبيرة من الزيت، وهنزل عليهم ببصلة كبيرة تكون متقطعة لمكعبات صغيرة، وهبدأ ان انا اشوح البصلة لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف. انا هستخدم هنا لحمة مفرومة، بس انتي تقدري بقى تعملي اي حشوة تحبيها، سواء بقى فراخ او جبنة او بطاطس مهروسة او سبانخ، يعني اي حاجة متوفرة عندك تقدري تحشي بيها الفطاير دي. هنحتاج لحوالي 450 جرام من اللحمة المفرومة. وعايزة اقول لكم ان انا ما استخدمتش كمان كل كمية اللحمة دي، يعني لو عندك ربع كيلو لحمة بس هتكفي الفطاير وهتبقى حلوة جدا. هنعصج اللحمة بالطريقة العادية جدا. بعد ما البصلة كده تدبل هبدأ انزل عليها باللحمة المفرومة. طبعا النار شغالة على درجة حرارة عالية عشان اللحمة تاخد صدمة كده وما تنزلش ميتها. بعد ما لون اللحمة يتغير هبدأ اضيف معلقة كبيرة من 7 بهارات او بهارات اللحمة، وهضيف كمان حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، وهسيبها على النار حوالي 5 دقايق كمان وخلاص على كده. بعد ما اللحمة بقى تستوي تماما نرفعها من على النار ونسيبها لحد ما تبرد خالص. لازم بقى الحشوة تبقى باردة خالص قبل ما نحشي بيها. العجينة كمان خمرت وحجمها ضعف زي ما انتوا شايفين كده. نفضي الهواء اللي في العجينة وناخدها نشكلها على طول. عايزة اقول لكم ان العجينة ما شاء الله طرية